هاي القضية أثارت الرأي العام، إضافة الجوانب السياسية وأيضا الطبقات التي تخشى أن يذكر اسمها في هذه القضية. لا يخفى اهم. أن هذا النور هو واجهة لأسماء كبيرة ربما، ولا كيف يمكن أن يكون مثل هذه الأموال الكبيرة وهذه الصلاحيات الواسعة ويستطيع شراء كل هذه العقارات بهذه الأموال الطائلة. لا أعتقد أنه أحد يأتي بصفة تاجر أو بصفة مستثمر أن يأتي بكل هذه الصلاحيات لولا أن يكون نعم. هناك من ساعده. بالتأكيد الشبكة كبيرة. أعتقد أنه القضاء استخدم الذكاء في القانون في هذه اهم. الحالة، أنه تعطي بعض السماحات للمتهم حتى تستطيع اصطياد باقي أعضاء الشبكة. يعني من نعم. تصريحات رئيس الوزراء أن هناك شبكة واسعة لا زالت يعني غير ملقى القبض عليها، وهناك أموال خارج العراق، وبالتالي يعني أعتقد أنه نور سيكون الطعم الذي سيبتلع باقي الأسماء الكبيرة التي يعني وراء هذه القضية. القضية ليست مجرد أموال أو مجرد شخص موجود في السجن أو خارج السجن. الموضوع كبير ومتشعب، نعم. وربما ستفضح عن أسماء كبيرة متورطة في هذه القضية. ليست هي القضية الوحيدة، هناك الكثير من القضايا ربما غطت عليها هذه القضية. لا نعم. ننسى قضية شرطة النفط والطاقة الذي كانت شبكة كبيرة، بدءا من مدير شرطة الطاقة الذي كانوا يهربون النفط بشبكات كبيرة تمتد من البصرة إلى إقليم كردستان. اهم. أيضا قضايا الأمانات الجمارك لم يفصح عنها لحد الآن. طيب. قضايا مصرف الرافدين والتحويلات الخارجية وكثير من القضايا. يعني هذه القضية فتحت الشهية لهيئة النزاهة أن تفتح ملفات نعم. أخرى. إذن هي ليست القضية الوحيدة وليست هي الشغل الشاغل، ولكنها القضية الأبرز والأوضح، ويعني مخرجاتها موجودة وأيضا الاعترافات واضحة. وهذه اهم. بداية يعني الأموال، إنه هذا في حسابها الخاص هذه الكمية الكبيرة من الأموال يعني.